امحي كامل الوصفات اللي جربتيهم من قبل. هذا الطرونش باتيسري بالليمون راح يولي هو المعتمد عندك، ذوق المحلات بطريقة منزلية جد بسيطة. السلام عليكم اخواتاتي، مرحبا بكم، كي راكم؟ غاية لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة تاع اليوم اخواتاتي طرونش باتيسري بذوق الليمون. هذا الطرونش يجي من اروع ما يكون. تبعوا معايا اخواتاتي الوصفة وخلوا لي رايكم في التعليقات. يلا نبداو في المقادير. اول حاجه غادي نجيبو 2 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه. نحاول نفصلوا البياض عن الصفار، ولكن هذه النتيجه مي تفصلي الصفار عن البياض تعطيك نتيجه رائعه، تحس بها جينواز، ما فيها لا زيت ولا حليب. هنا نديرو الصفار بياض البيض وحده، 2 بياض البيض، نديرو رشه تاع ملح ونحاولوا نطلعوهم بهذه الطريقه على شكل ثلج. نجيبو كاس قل ربع سكر، نديرو غير شويه منه في البياض ونحاولوا نكملوا حتى نتحصلوا على لا مورينغ بهذه الطريقه. نجيبو كذلك الصفار بيض ونديرو عليه لوزاز تاع الليم، ونزيدو نكملو السكر اللي كان باقي كما قلت لكم كاس قل ربع سكر. درنا شويه منه في البياض ودرنا شويه كذلك في الصفار. نجيبو نص كاس زيت نضيفوه للصفار بهذه الطريقه ونخلطوه مليح. جربوا خواتاتي هذه الوصفه كيما هكا واعطوني رايكم، تعطيكم نتيجه رائعه كي تفصلوا الصفار عن البياض. نجيبو نصف كاس حليب، نخلطوا كل شيء مع بعض بهذه الطريقه. ونزيدو كاس فرينه يكون ممسوح، كاس فرينه وحده خماره كيميائيه، نخلطوا كلشي مع بعض. ومن بعد نجيبو هذاك البياض اللي كنا طلعناه لا مورينغ تاعنا ونخلطوا غير بالطريقه من التحت وطلعيه الفوق كيما راكي تشوف، غير بالعقل حتى تتحصلي على هذا القوام. شوفوا خواتاتي غير بالعقل، هنا راني نوري لكم بلي غير بالعقل من التحت وطلعي الفوق. هنا نجيبو السني تاعنا اللي يكون على 30 على 20، ديروا له شويه الزيت وغربلوه بالفرينه، هذه اختياري، ونضيفوا الخليط تاعنا بهذه الطريقه كيما هكا. نحاولوا نسووا كامل الخليط باش يجي على مستوى واحد. ونديروا هذه العمليه باش الهواء كامل يخرج من العجين تاعك. نديروه يطيب على درجه 160 درجه. نجو للشانتي تاعنا، نجيبو كاس شانتي مع كاس قل ربع ماء يكون بارد، نطلعوها ونخلوها في الفريجيدان على جهه حتى توجد معانا لاجينواس تاعنا. هنا بعد اللي طابت لاجينواس تاعنا نجو نديرو هذه العمليه كالشغل كامل نتقبوها بوردون ولا باي حاجه. ونجيبو كاس حليب نديرو فيه كاس مغرف سكر ونحاولوا نشربوها كامل بهذه الطريقه. كاس حليب يكون دافي، نخلوها حتى تبرد تماما تبرد غايه. نجيبو لا كريم شانتي تاعنا ونحطوها بهذه الطريقه، بصح لازم تكون لاجينواس تاعنا لازم تكون بارده. نسووها كامل بهذه الطريقه
ونديروها في المجمد حوالي 30 دقيقه. نجيو نخدمو لا سوبر كريم تاعنا تاع الليمون. نديرو كاس تاع ماء، نصف كاس ليمون، عصير الليمون، مغرف مايزينا اللي هي النشاء، ونجيبو الفلان تاعنا اللي فيه 2 مغارف ونص فلان بذوق الليمون، 2 مغارف ونص. كذلك نزيدو 2 مغارف سكر. واللي ما عندهش الفلان يقدر يدير 5 مغارف ولا 4 مغارف ونص على حساب الذوق اللي تبغيه. نخلطو كامل بهذه الطريقه، نخلطو مليح ونديروها فوق النار حوالي 5 دقائق. كي ترفد الغليه وخريها من النار تاعك، وجيبي العطر تاع الليمون وضيفي غير قليل فقط، ما تكتريش باش ما تجيكش صفراء بزاف. خلطوا مليح بالطريقه هذه، وخلطوا مليح وخلوها تبرد على جهه. ولا شينواز تاعنا الكاطو تاعنا راح في المجمد، خليناها حتى لا كريم تاعنا تبرد مليح، لازم تبرد مليح. نجيبو السوبر كريم تاعنا راه يدفى، يعني راه يبرد غير شويه، ما تخلوش يبرد بزاف حتى كي تبغي تحطيه ما يتمشالكش. نجيبو في الاخير كذلك مغرف زيت ولا مغرف زبده، انا درت مغرف زيت. نخلطو مليح وخلوها يدفى. نجيبو لاجينواس تاعنا بهذه الطريقه، صاير راهي بارده، ولا سوبر كريم تاعنا راهي دافيه. شوفوا كي تخلوها دافيه تتمشى معاكم بالخف، تساعدكم. بصح كي تخلوها تبرد بزاف ما غاديش تساعدكم في غاديك شغل تجيكم جامده. نفوتو كامل بهذه الطريقه ونخلوها تبرد هكا 10 دقائق 15 دقيقه في الثلاجه فقط. ونجو نقطعوها بهذه الطريقه. انا درت معايا حوالي 24 حبه. قطعنا هكا لي ترونش تاعنا، جاو على شكل، انا درتهم على شكل مربعات، وانتم كيما بغيتو يعني قطعوا لي ترونش تاعكم. زينتهم كذلك بلي ترونش الليمون، تزيين كذلك بسيط، تزيين اختياري كما حبيتي زيني. كذلك لاشونتي تاعنا بهالطريقه. ولكن جاو لي ترونش جاو من اروع ما يكون كما راكم تشوفوا خواتاتي. كذلك زينتهم بالورق تاع النعناع اختياري. شوفوا خواتاتي كي جاو لي ترونش ما شاء الله، جاو بنان ما شاء الله. شوفوا خواتاتي، وهذا هو الشكل النهائي لترونش باتيسي تاعنا. القوام كريمي ومنعش يرد على القلب. جربوها خواتاتي وخلولي في التعليقات واش هي النتيجه اللي تحصلتوا عليها، واي ذوق تحبوه نخدمه المره الجايه. ما تنساوش برك تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس. في امان الله يا اغلى الاحباب، مع السلامه خواتاتي.